السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام، اليوم بدنا نعمل أكلة اللي هي أقراص جوز الهند. المقادير هي هون عنا كم جرام؟ 250 جرام جوز الهند، يعني ما مطحون ناعم كتير ولا خشن كتير. 250 جرام. عندي هون معلقة بيكنج باودر، عندي هون معلقة فانيليا، عندي هون 3/4 الكأس سكر، عندي معلقة طحين بس، وهون عنا بياض 4 بيضات. تعالوا نشوف كيف بدنا نشتغل فيهم. هلا أول شي شعلنا الغاز على درجة حرارة متوسطة أو تحت المتوسطة بشوي صغيرة. حطينا بطنجرة جوز الهند، نضل بنحرك، بعدين بنضيف السكر عليهم. هيدي طريقة مختلفة وأسرع وأسهل. في ناس بيعملوها بطريقة تانية، بس هلا أنا عم بعملها بطريقة أسهل وأسرع. بنحرك السكر مع جوز الهند، بعدين بنضيف بيكنج باودر فانيليا عفوا الفانيليا. نضل نحن مستمرين بالتحريك، ما بنشيل ايدنا ابدا، نضل عم نحرك باستمرار وعلى نار ضعيفة. بدنا نضل نحرك شي ربع ساعة ليذوب السكر. اوكي. فهلا بدنا كمان نضيف عليهم بياض ال4 بيضات. كمان انه بدنا نضل عم نحرك حتى يصيروا عجينة، يصيروا مثل العجينة. آخر شي بنحط معلقة طحين، والبيكنج باودر. فانتو بتشوفوا المقادير بصندوق الوصف. أكلة هينة وسهلة، بس نحنا بدنا إياهم شوي هيك يصيروا مرحلة شقار. طحين، هيدا معلقة البيكنج باودر، طبعا معلقة صغيرة، وهي معلقة طعام طحين. وبدنا نحركهم تقريبا شي ربع ساعة على نار خفيفة حتى يمتزجوا كلهم مع بعض ويذوب السكر. هلا بعد ما صرنا ربع ساعة عم نحركهم، شوفوا كيف صارت العجينة رخوة. ليش؟ لأنه داب السكر. هلا بدنا نشيلهم على النار ونتركهم لحتى يبردوا ونرجع لكم. هلا بعد ما بردوا نكورهم. إذا ما عنا شي فينا نكورهم بإيدنا، بس نحنا نحاول هيك نلت إيدنا زيت، نكورهم بهيدي المعلقة هيك بيمشي الحال. وفينا بنزينهم بفستق حلبي أو لوز. بعدهم عن بعضهم لأنه بدهم يرفقوا. حنبعدهم عن بعض لأنه بدهم ينفخوا.
هاي نعمل وحدة ثالثة جنبكم. بهالشكل جربوها، هذه طريقة كتير سهلة وما بتاخد معكم وقت كتير وحتحبوها كتير ان شاء الله. هلا بنخلصهم وبنرجع لكم. هلا خلصناهم وبدنا نحطهم بالفرن على درجة حرارة 170. طبعا الفرن محميينه من قبل. تحت هلا من تحت. وبدنا نحطه بالفرن، يمكن بتاخد 10 دقايق ربع ساعة. فنقلكم قديش اخذت وقت. ما تفتحوا الفرن ابدا لحتى تشوفون انه استووا، لانه اذا فتحت الفرن ما حيكونوا منفوخين. عسل او اي شيء هيك. هلا هذا بعد ما خلصوا جهزوا. نحن هون حبينا نعملهم هيك نطبقهم على بعض، نحط بالنص عسل نطبقهم على بعضهم او مربى اللي عندكم، ما مشكلة. هلا رح نفتح وحدة نشوف كيف قلبها. ندوقها. طيبة كتير لذيذة، جربوها، أولادكم كتير بحبوها مع كاسة شاي سخنة. صحتين وهنا على قلبكم. مع السلامة.